بص بقى يا صديقي، اهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبة تفكر بصوت عالي، صحبة تشاركك الطريق. عشان الصحبة تفرق. في الفترة اللي احنا فيها دي عندنا موضة كده من التنمية الذاتية والتنمية البشرية، وان انت عايز تتعلم طول الوقت، وان انت في منصات كتير قوي للكورسز او البرامج التدريبية. فعندك المنتور، وعندك كورسيرا، وعندك يوديمي، وعندك اي دي اكس، وعندك خان اكاديمي، ناس كتير قوي. حاجات شبه مثلا الدحيح وشركائه بقى كلهم. كان في زمان ايجيكولوجي، معرفش لسه موجودين ولا لا، او في دروس اونلاين دلوقتي. كانوا جمال جدا ايجيكولوجي دروس. بتوع نور الضلمه، صح؟ نور الضلمه. فكل هذا النوع من العلم او العلوم او المعارف ايا كان، مش عارف يعني اسمها الدقيق يبقى ايه. وان احنا عايزين نبقى دايما بنسمع بودكاست، وبنشوف البرامج اللي زي كده، وبنقرا كتب معينه، وفاهمين في سايكولوجي وعلم النفس والحاجات دي كلها. كل دي حاجات احنا بنحاول ان احنا نكتسبها، والشاطر فينا اللي بيستهلك اكتر كم من المعلومات دي، او بنشوف كده. بينما لما تيجي تشوف التطبيق بتاع الحاجات دي تلاقيه ضعيف جدا. يعني انت ما اتعلمت، دخلت كورس مش عارف ايه وخلصته حلو، عملت بقى ايه بيه، حطيته جنب اخواته على لينكد ان مثلا. بسمع بودكاست كل يوم وانا رايح وانا جاي في ازاي تبقى عندك ليدرشيب وفن القيادة وفن التعامل مع الناس واول ما واحد يكسر عليك تشتمه. ففكرة ان بقى في نوع كأنه مرض، كأنه ايه؟ كأنه مرض. يعني حد قبل كده قال لي كأن في سرطان اسمه سرطان النمو، حاجة منتشرة قوي ان الناس كلها عايزة تنمو، بس فبيحلوا ده باستهلاك معلومات كتير، وبعدين في الاخر مش بتترجم افعال بنفس النسبة، او مش بتلاقي انها في الاخر فعلا مفيدة. هل هي فعلا مفيدة؟ هل ملهاش لازمة؟ ايه رأيك في الموضوع ده بقى؟ اصل انا حاسس ان انا في الدوامة وحسيتك في الاول نوعا ما بتكلم نفسك وانت بتقول وبودكاست واحنا عايزين طول الوقت نسمع نعمل. فافتكرت لما انا وانت كنا بنتكلم وانت قلت لي انا طول الوقت لازم يبقى فيه كلام او مدخلات يعني. فهو فعلا الانبوتس كتير قوي 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 يعني، والاكتر من الانبوتس الريسورسز. يعني اصلا انا فعلا في الدوامه دي يعني. حتى انا مشترك في، انت كنت بتقول المنتور وغيره، كان في موقع كمان حاجه شبه المنتور كده بالظبط، انا مش فاكر اسمه دلوقتي، بس انا فعلا ينفع. انا اوريدي مشترك في ينفع، وشوفت عليه كام كورس كده. يعني مش الحاجه اللي شدتني قوي ان انا استخدمه او اكمل فيه، بس اديني مشترك يعني. اي وقت من الاوقات هتلاقيني بدخل. ايه رايي؟ انا بصراحه مش مع فكره ان انا اتعلم او ان انا ازود معرفتي من اجل ان انا احشي السي في بتاعي، او ان انا املاه بشويه certifications وخلاص. انا مع فكره يعني انا ممكن يبقى في قدامي 10 كتب، في كتاب لو قريته ده هيزود للسي في، بس ممكن ما يكونش بيزود لي انا شخصيا حاجه. بس انا متاكد ان انا لو قريت الكتاب ده وكتبته، يعني مثال يعني لو هقرا الكتاب ده اونلاين وباخد سيرتيفيكيشن ان انا قريته مثلا يعني، فلو حاجه زي كده موجوده وفي الناحيه التانية 9 كتب، ال9 كتب دول هيزودوا لي، او لو حتى كتاب انهم هيزود لي انا شخصيا، او حتى لو معرفه عامه، بس بمجرد ان انا ابقى قريت الحاجه. انا مع الناحيه دي اكتر، ان انا ابقى بقرا للثقافه الشخصيه، مش ان انا احط ورقه في السي في بتاعي وخلاص. وبحس ان الطريقه الاحسن بالنسبه لي انا في التعلم ان انا اترمي في البحر وابقى بعرف اعوم شويه صغيرين، واحاول بقى وعافر لغايه لما ابقى بعوم احسن بالخبره، يعني بالتجربه. يعني اجرب وافشل، فجرب تاني وافشل تاني، فجرب تالت، واسال كتير. يعني اسال الناس اللي حواليا كلهم، سواء حد في بوزيشن اعلى او حد في بوزيشن تاني، اشوف كل واحد برضو بيشوف الموضوع من وجهة نظر عاملة ازاي. بحس دي اكتر حاجة بتعلمني. اكيد في مراحل معينة، يعني مش هينفع ان انا اقول مثلا ان انا هروح اتعلم برمجة بان انا هنزل البحر واتعلم. في حاجات لازم اتعلمها الاول،
لو هناخد مثال حاجة تانية الليدرشيب، فانت الليدرشيب هي مهارة بتبقى عند ناس كتير، بس ممكن مفيش تطبيق عملي عشان المكان نفسه مش متاح ان احنا نجرب حاجة زي كده. هل بقى لو المكان متاح، هل الناس المتعلمة او الناس اللي قارية اكتر، هل دول هيأدوا في هذا البوزيشن احسن من ناس تانية ممكن ما تبقاش قارية؟ في وجهة نظري ان هو مش شرط، يعني هي مهارة شخصية ممكن تبقى مكتسبة، مش من غير ما يبقى حد بذل مجهود ان هو يعملها. هنا بقى الفشل، وان احنا نحاول تاني واجرب طريقة معينة في ان انا اكون بتكلم مع الناس فتفشل، فجرب طريقة اخرى، حاسس دي احسن طريقة انا بتعلم بيها شخصيا. يعني هو في مدرسة بتقولك ان مفيش حاجة هتعرفها او هتتعلمها مش هتنفعك في يوم من الايام. يعني مثلا النهاردة انت اتفرجت على حلقة الملح بتاعت الدحيح، انا ما شفتهاش يعني، بس عارف ان في حلقة اسمها كده. فتعالى نفترض ان هو حكى لنا قصة حياة الملح، ايه لازمته، مين اخترعه، يعني انا بألف دلوقتي. فدي معلومة قد تكون مفيدة يوما ما، دي ناس بتقول كده. ولو مثلا شفت شيرلوك هولمز مثلا، فتلاقي ان هو بيحل قضية بلوحة شافها مرة وهو معدي في معرض، فاللوحة دي فيها مش عارف نجم ايه ولا كوكب ايه، مش فاكر طبعا التفاصيل. فيعني فاهم، هو عدى شاف حاجة لم يلقي لها بالا. بعد شوية اكتشف ان الحاجة دي عشان هو عنده ذاكرة فوتوغرافية بقى ساعتها، يا ده هي دي كانت حل اللغز اللي هو كان مستنيه. فده نظرية من نظريات، او يعني رأي من الآراء. وفي رأي تاني بتاع انت ما تحطش نفسك في حاجة تتعلمها الا لما انت تكون محتاجها اصلا في حياتك الواقعية. يعني دلوقتي حالا انت ترقيت بقيت مدير، فتمسك كتب المانجمنت وكورسات المانجمنت والليدرشيب وتقعد بقى ايه تقراها وتذاكرها وكده، لانك عندك الواقع اللي هتطبق فيه. يعني اتعلمت حاجة في الكوتشنج، فانت عندك تحتيك تيم ممبرز هتروح تقول له تعالى لما تيجي بقى تتكلم معاه هتبدأ تطبق اللي انت لسه متعلمه في الكتاب امبارح. ده رأي تاني، اكيد في اراء تالتة بس انا مش فاكرهم دلوقتي يعني. هو ممكن الرأي الميكس بين الاتنين. يعني انا عشان ابقى مؤهل اصلا ان انا ابقى في بوزيشن الليدرشيب ده، ما انا لو مش قاري حاجة خالص مش هنفع، مش هيختاروني اصلا. يعني لو البوزيشن جاي قدامي انا مش هبقى كواليفايد ليه. بس لو انا قاري شوية، الشوية اللي يؤهلوني بس ان انا ابقى في هذا البوزيشن، وبعد ما بقيت في هذا البوزيشن اطور بقى من نفسي، لان انا ما ينفعش افضل واقف مكاني في اي فترة من فترات حياتي. يعني اي حد واقف مكانه في ظل كل المصادر اللي انت كنت بتقول عليها دلوقتي هيتدمر. لان اللي واقف مكانه وسايب كل المصادر دي، بص كده حواليك هتلاقي الناس ماسكة في المصادر دي وطايرة، سواء بقى اللي بيتعلم لهدف او اللي بيتعلم بلا هدف، بس كله بيجري. فهيبقى هو بيتأخر والناس اللي حواليه بتجري جامد جدا. كنت انت بتحكي لي مرة كان في كتاب انت قريته يعني عن نتفليكس، ان هما بيشغلوا الناس، كان ايه الاكسبريشن، سوبر حاجة او حاجة زي كده لو انت فاكره. يعني الناس اللي هما اوفر كواليفايد او مش اوفر كواليفايد، الناس اللي هما اشطر حد في المجال، يعني مش فاكر قوي دلوقتي المصطلح كان ايه بالظبط. اشطر حد في المجال، كل موظفين الشركة اشطر حد في المجال. فالناس دي ازاي بقوا اشطر حد في المجال؟ بس ده في المجال، يعني انت بتقرا في مجالك، انت راجل شغال في التريننج. فانا يعني عندك دلوقتي هتقرا كتاب، تقرا انهي كتاب؟ تقرا كتاب مثلا قصة رواية كانت اسمها ايه الرواية، The Fault in Our Stars مثلا، اي حاجة. او مثلا تقرا نجيب محفوظ يعني اديب واخد جايزة نوبل، فهو يستاهل انك انت تقرا له اكيد. لما تقرا حاجة لحد عربي اول واحد يجي في بالك نجيب محفوظ. طه حسين، عباس العقاد، مش عارف، بس عباس العقاد طه حسين يعني ما بيكتبوش، ممكن طه حسين بيكتب قصص. فده اوبشن. عندك اوبشن تاني انك انت تقرا في علم النفس، ده ممكن شويه يبقى ملمس في التريننج عشان هيفيدك، يعني علم نفس فانت بتتعامل مع بني ادمين فممكن يفيدك في مجالك. ممكن تقرا عن علم الحشرات، معلومات برضو مفيده. يعني حتى عباس العقاد كان في مره في كتاب من الكتب بيقول ان هو بيحب يقرا في الحشرات، وان دي بالنسبه له حاجه فادته جدا في الكتابه. مش فاكر طبعا فادته ازاي، بس يعني لفت انتباهي ان هو قرايته في الحشرات حس ان هي نفعته في حياته. انا مش عارف انا هقرا في الحشرات هستفيد ايه، اكيد هستفيد شيء ما، بس في حاجه تانية اوضح بكتير لانك انت في مجالك اللي هي بقى المدرسه التانية اللي كنت بقول عليها، هي حاجه ليها علاقه باللي انت اصلا بتعمله.
بواقع اللي انت عايشه، صح. هتطبق اسرع، هتتعلم اسرع. اكيد. بس اعتقد يعني القرايه بس في المجال اللي انا فيه حاسس ان انا هبقى قافل على نفسي شويه. يعني ممكن البيبان بتتفتح لما بروح الناحيه التانية ودرافت اواي كده واشوف الناس دي بتعمل ايه واشوف الناس دي بتعمل ايه. حتى يعني ده من طبيعه الانسان اعتقد. يعني لو انا سالتك دلوقتي يا شاذلي انت نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى ايه؟ نفسي ابقى جراح مخ واعصاب. ده كان امنية حياتي وانا صغير في ثانوي عام. طب دلوقتي عايز اكمل عادي في المجال اللي انا فيه بتاع الليرنينج اند ديفلوبمنت ده، بس عايز اعمل بقى حاجات مختلفه شويه. يعني عايز اعمل كورسز مثلا اونلاين عشان نرجع بقى للموقع بتاعنا، بس مش باسيف. يعني مشكلتي ايه في كل القصه دي؟ ان انت بتستهلك بس. بتساءل هل المفروض ننتج اكتر من كده شويه ولا لا؟ يعني كفايه كده استهلاك، احنا بنسمع كتير قوي، بنقرا كتير قوي، بنشوف كتير قوي، كفايه استهلاك بقى. يلا اطلع حاجه، يعني طلع حاجه من اللي انت بيعمل يخش لك ده. بيخش يروح فين؟ خرج شويه بره، اكتب، الف كورس انت، اعمل بودكاست انت، يعني روح اعمل حاجه انت، فاهم؟ يبقى في شويه انتاج. هل متاكد ان هو ده حلمك ولا ممكن يبقى حلمك حاجه تانية؟ لا يعني انا عندي كذا حلم الصراحه، بس يعني واحد منهم هو ده. يعني على الاقل حلم ككارير او كامباكت، يعني كاثر في المجتمع، غير ان انا عايز ابني مدينه في حلقه المستحيل. دي حلم بعيد شويتين. بس في منهج موجود زي بتاع اكيمبو بتوع سيث جودن اللي درست معاهم ماركتنج مثلا، فشفت عالم تاني مختلف من الكورسز. هو مش كورس انت بتدخل تسمع فيديو وخلاص ما حدش بيكلمك. هو انت بتعيش رحله 6 شهور بتعمل حاجات. يعني كل فيديو بينزل او كل درس بتحضره بيبقى عليه واجب انت بتعمله جوه الكورس وتبعته فيشوفوا زمايلك، وبعد كده يعلقوا على الكلام اللي انت بتعمله ده، فيبقى في تفاعل ما بينك وما بين الناس اللي هم معاك بياخدوا الكورس برضو، فبتعلموا بعض. لانه في الاخر علم مش طب، يعني هو فاهم حاجه ينفع فيها اراء، فعادي. حتى الطب اصلا فيه اراء دلوقتي، يلا ما علينا. فانت كنت شغال في التريننج، خدت كورس في الماركتنج اللي هو شويه بعيد عن التريننج، بس هو فتح لك باب ان انت تفكر في حته ليها علاقه بفكره التدريب او تطوير المهارات بشكل عام. فادت ان انت في مجال learning and development بقيت بتشوف ان الناس لازم تطبق، لان انت دخلت في تجربه تعليميه 6 شهور، مش بس بتاخد معلومات زي التريننج، بتطلع حاجات. هي دي الفكره، انك تنتج حاجات من كورس ماركتنج. بس الماركتنج يعني وجهة نظري فيه ان هو مهارة اساسية ينفع في اي حاجة. يعني انت بتشتغل في الصيدلة، انت بتبيع دواء مثلا او بتصنع دواء، محتاج تبقى عارف ماركت. زي البرزنتيشن سكيلز كده، زي مهارات التواصل. مش بس انت ممكن تبقى شغال في الكودنج، مش محتاج ماركتنج. انت محتاجه عشان تعرف تكود ازاي، مش تكنيكالي بس، عشان الكود ده مين بيستعمله؟ انسان. صحيح. فلازم يبقى في بالك الانسان، هو ده الماركتنج بقى. ما هو ده يعني دي حاجه ليها علاقه بشخص تاني. يعني في شخص تكنيكال انا بقول له انا عايز الموضوع يبقى بالشكل ده محتاج يبقى فاهم ماركتنج. التاني مش محتاج يبقى فاهم ماركتنج، محتاج يبقى عارف دي اعملها ازاي. ماشي، يعني هي مهارة انت محتاجها في المشروع بتاعك. لو مش انت اللي بتعرف تعملها هتجيب واحد تاني بيعرف يعملها، بس يعني انت محتاجها. ممكن حد تاني يعملها عادي، يعني الناس بتكمل بعض، مفيش مشكلة. قصدي ان البيبان بتتفتح. انا كنت شغال في فترة اللي هي بعد الجيش على طول، اشتغلت مع اخو الضابط اللي انا كنت معاه في الجيش، شغال في شركة مصر ايطاليا اللي هي بتاعت التطوير العقاري. التطوير العقاري، عمال ادور على الكلمة دي. تطوير عقاري، يعني احنا ازاي بندور ان احنا نبيع للعملاء سواء استثمار عقاري سكن او غيره. كان بيحاول يعمل بلاتفورم كده، يعني بعيدا عن الشركة اللي هو كان شغال فيها، كانت حاجة تانية. كان عارف كمية حاجات كانت مبهرة بالنسبة لي، كمية المعرفة اللي عنده في اكتر من مجال. فالشمول ده هو اكيد جه بعد مشوار طويل جدا، بس هو لما كان بيروح يتكلم مثلا مع الديفلوبر اللي كان شغال معاه وبيطلب منه حاجات معينة في الويب سايت ويطلب ان هي تتعامل بشكل معين، ده اكيد جه عن طريق ان هو شاف حاجة شبهها على الاقل تكون معمولة قبل كده. فازاي الافكار دي بتتفتح؟ اعتقد
ان الواحد يبقى مثقف اكتر من حاجه. مش لازم ادوس جامد يعني، انا ممكن بس اقرا غلاف الكتب في اكتر من حاجه، واقرا الكتاب كله في الحاجات اللي انا مهتم بيها. مش انا حاسس ان انا اشتريت شويه بس حاسس ان انا برضو محتاج اطلع اكتر من كده. يعني حاسس ان احنا كلنا محتاجين صح، نعمل مخرجات اكتر من اللي احنا نعملها في الحقيقه. اتفق 100%. تعالى مثلا ايه نفضي ربع ساعه في اليوم من الاستهلاك ده ونقلبها لحاجه تخرج للنور، تخرج للناس، نشتغل على ان احنا نبني حاجه معينه، نعمل بودكاست، نكتب كتاب، نكتب بوستس حتى على فيسبوك او على لينكد ان او اي منصه، على بلوج، اي حاجه. يعني حد بس يطلع، اعمل بيها حاجه، استخدمها في اي شيء، اقرا في اي شيء بس استخدمه في الشيء اللي انت بتعمله. ايه رايك في القفله دي؟ رائع. بس انا شايف ان احنا بعد الجمله دي ما ينفعش نقول حاجه تاني خلاص. رائع كعادتك يا شاذلي. الله يسترك. سعدت بلقائك يا مستر خالد. وانا ايضا كالعاده صديقي، الى اللقاء الحلقه القادمه ان شاء الله.